السلام عليكم جميعا. شكرا لكم على كل التعاليق الحلوة اللي بتخلولي. زمان لما كنت صغيرة عايشة في المغرب، يعني في عمر 14 زي كذا، كنت أسمع ناس كثيرة تقول كم من رجل يبغاله مرأة وكم من مرأة يبغالها رجل، وأجلس أفكر فيها ما أفهمها. لكن لما كبرت وعرفت ناس وصرت أسمع قصص وأحكي قصص، فهمت معنى الكلمة هذه، إنه كم من مرأة تلاقيها حلوة آية في الجمال، خلوقة متدينة بنت حلال، ما تطلع من بيتها إلا بشور زوجها. لا، وكمان في بعضهم اللي تساعد زوجها ماديا، تشتغل في شغل البيت كله، يعني إيش أقول لكم، ما شاء الله عليها. وتلاقي زوجها حقير، ما يستاهلش ظفرها اللي بتطيره في الأرض. وفي العكس، تلاقي الرجل خلوق طيب ابن حلال، مصلي كل فرد بفرده ما شاء الله عليه، يغض البصر ما ينتبه للي ماشية ولا اللي جاية. تلاقي الجوال ما خلاص، يعني مش من نوع الرجال اللي قايم نايم على البرامج المواقع واللي مسوي 100,000 رقم سري. تلاقيه لا، مسكين رامي جواله من غير رقم سري وابن حلال وطيب، ويشتغل بدل الشغلة 100,000 شغلة بس عشان يوفر لقمة العيش لزوجته، وتلاقيها حقيرة. المهم اليوم عندنا قصتين مش قصة واحدة، وكل واحدة متمسكة في الثاني، كل قصة شبه أختها لكن بصيغ مختلفة. لكن قبل لا أبتدي بسرد قصة اليوم، حابة طبعا أوجه لكم التحية كلكم متابعاتي ومتابعيني في كل الدول، وبخص بالخصوص تحية طيبة وتقدير للأخت عائشة إبراهيم بلال من موريتانيا. حبت إني أذكر اسمها في القصة وقلت لها أبشري، وأنا يشرفني إنكم متابعاتي ومتابعيني من كل الدول. ونبتدي بسرد قصص اليوم. الجارات وما أدراك ما الجارات. بطلة قصتنا لليوم بنت اسمها ريم. ريم هذه عايشة في حي شعبي، تنتمي لأسرة مكونة من 4 أفراد. هي ريم منهم، عند أخو أكبر منها ب2 وعند أخت أصغر منها ب3 سنوات، وأمها. أبوها فين؟ أبوها مطلق أمها. وتعرفوا أنتوا طبعا، إحنا معظم الناس اللي في الدول العربية، الرجل لما يطلق المرأة يطلق معها حتى العيال. في بعضهم يخاف ربه وينفق على عياله، وفي بعضهم لا ما صدق يرمي المرأة وعيالها ويروح الله لا يرده. أبو ريم من نوع أشبه الرجال هادو اللي بيولد ويرمي في الشوارع. حسبي الله على كل رجل بيولد ويرمي ويخلي الأم هي المسؤولة على كل شيء. المهم نرجع قصتنا. ريم اتربت في أسرة فقيرة طبعا. أمها مسكينة، شو تسوي؟ ما في أحد يصرف. طبعا الأم مو دارسة ولا مثقفة ولا عندها وظيفة ولا شيء، فقامت تشتغل في البيوت. شوية قالت أنا شغل البيوت بيتعبني والعيال بيجلسوا لحالهم، لا والله خليني أشغل دماغي واشتغل في بيتي. إيش سوت؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، هي بتخبز خبز حلو. قامت شارية فرن وصارت تخبز وتقول للناس أنا بخبز اللي تبغى خبز البيت. اتعرفت شوي، صارت تبيعه في السوق اللي هو الشعبي. ما شاء الله عليها، تنظف عيالها، تطبخ لهم، تكنس لهم، تغسل مواعينها، يروح العيال المدارس وهي تقوم تبيع الخبز. ما شاء الله عليها، والناس يعرفوها، وكمان عارفين انه زوجها مطلق عيالها، فقاموا يساعدوها ويشتروا منها. المهم ساكنة في غرفة وعندها مطبخ صغير وغرفة صغيرة عايشة فيها هي وعيالها، وإيش أقول لكم زي الاستوديو كذا، والحمام الله يكرمكم. المهم هي مسكينة حامدة ربها وشاكرة على كل حال، وربي فتح لها أبواب الخير، وشغالة لقمة الحلال تأكل عيالها وتشربهم وتدرسهم. إيش اللي صار؟ نركز عن ريم.
ريم غير خوانها ما تبغى تدرس، متأثرة بأبوها، هي بتحب أبوها كتير، أبوها ما يزورها ولا يزور إخوانها ولا أي شيء، قلت لكم طلقهم خلاص، ما عاد يشوفهم نهائي، ما يسأل عنهم أموات ولا أحياء، فهي النفسية متدمرة. وزي ما احنا كلنا عارفين إنه البنات بيحبوا أبوهم أكتر، مش بيحبوا أبوهم أكتر، حتى الأم يحبوها، لكن سبحان الله علاقة الولد بأمه غير وعلاقة البنت بأبوها غير، بيكون هو بعد فضل الله بعد الله هو السند، هو الحنان، هو المهم. فكانت ريم متأثرة بهذا الشيء وكانت نفسيتها متدمرة، ما كانتش تحب تدرس. المهم طلعت من الدراسة، تمام. ريم لما طلعت من الدراسة كانت في المتوسط، فكانت بتنتبه إنه في شاب من الشباب في الحي عندهم من الجيران بينتبه لها وكذا، ولما يشوف أحد يكلمها أو يقل أدبه عليها بيدافع عنها زي أخوها، لكن هو كان بيسوي لها نظرات، يعني نظرات إعجاب، لكن الولد كان محترم. كيف؟ عمره ما قل أدبه عليها وقال لها أبغاك كذا ولا كذا ولا حبيني ولا ما تحبيني نهائي. إيش سوى؟ أول ما اشتغل جاء تقدم لها رغم أنه هي في المتوسط. أمها قالت له لا، وش عطاك، أنا بنتي لسه صغيرة وما صغيرة، لا لا والله. المهم تخيلوا من كام سنة ويستناها لين ما كبرت، صار عمرها 18 سنة، وراح رجع تاني لعند أمها وتقدم لها. طبعا الأم شاطرة، أم ريم لما شافته إنه إنسان خلوق وبيشتغل وبيسوي المستحيل عشان إنه يتقدم للبنت وإنه شاريها ومن كام سنة هو بينتظرها، قالت هو هذا اللي هيحافظ على بنتي. خلاص حتى البنت كانت يعني معجبة فيه وكأنها بتحبه، لكن ما كان في بينهم أي علاقة محرمة، ممكن مجرد نظرات. المهم لما تقدم لها للمرة الثانية خلاص أمها وافقت وتزوجت ريم، أنا أعطيه اسم يونس، بيونس. يونس هذا بيشتغل في الملابس، بيبيع ويشتري، عنده بسطة كبيرة حقة الملابس، جنزات، تيشورتات حق الأولاد، ملابس رياضية، شوزات، شراريب، يعني زي كذا. المهم أخذ ريم وداها البيت إيجار زيه زي باقي الشباب. إيش أقول لكم، يونس هذا لو تقول له ريم اعطيني عيونك بيطلعها كده ويعطاهم لها، يحب حب ما أقول لكم، ويكرف كرف 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 ما يخلي إيش البضاعة اللي يجيب عشان ينوع وعشان يكون ما شاء الله عليه مجتهد ويبيع ويوفر لقمة العيش لريم. المهم كان بيجيب فلوس إيجاره وأكلهم وشربهم ومو منقص عليها شيء، وكان بيعطيها مصروف شخصي. مصروف شخصي هذا يعني طالع من الحسبة البيت، يعني خاص بها، هي تبغى تشتري مانيكير، تبغى تشتري شنطة، تبغى المهم الأشياء اللي هي تبغاها، مصروف شخصي لها. المهم ندخل في القصة. يونس بغير غيرة على زوجته ما أقول لكم، ملبسها ما شاء الله الحجاب وظفرها ما يبين، بغار عليها غيرة ما أقول لكم، الشبابيك مقفلة، كل شيء مقفل، الستير مقفلة. المهم لو عليه ما تطلعش مع الباب، وأصلا ما بتطلعش الحالة إلا إذا هو معها. ريم بدأت تمل وتطفش، فقامت. طبعا القصة هذه يعني في السنوات الأخيرة هذه، يعني في لما الدنيا صارت فيها يوتيوب وسناب وتيك توك وهذه الأشياء. المهم ريم قالت لزوجها يعني أبغاك تشتري لي جوال يكون حديث وحلو، قال إن شاء الله أبشر. المهم اشترى لها جوال، قالت له الله يساعدك أبغى أحمل برامج، ما برامج، قال لها شوفي حملي كل البرامج اللي انت تبغي إلا التيك توك هذا يا ويلك وسواد ليلك. قالت له ليش، وش فيه؟ ما فيه. قال لها ما أحبه وما أبغاه فيه بلاوي. قالت له طيب ولا يهمك، أنا أبغى بس اليوتيوب حلو، أشوف فيه طبخات، أشوف فيه.
فعلا ريم كانت ما شاء الله عليها إنسانة خلوقة متحجبة تصلي في الوقت تسوي طبخات، وكانت تحب تشوف الوصفات والحلويات هذه اللي من غير فرن، وتقوم متحمسة تسوي لزوجها كل مرة. يعني إيش أقول لكم، تبدع في الأكل وتفاجئوا. فكانت بتقول له طيب ليش أنا دحين ما أستفيد من هذا الشيء اللي تعلمته؟ قال لها كيف؟ قالت له يصير أسوي أكلات، وبما إنه أمي بتبيع الخبز يصير أعطاهم لها تبيعهم، زي مثلا حلويات. يعني مثلا إذا أحد يبغى في رمضان السمبوسة، يعني عارفين السمبوسة محشية وكذا، سبرينج رول ودي الأشياء اللي بنسويها في رمضان، كبة ما كبة ودي الأشياء. هي ما شاء الله تعلمت، دخلت حتى الطبخات الدول العربية كتيرة. المهم قال طيب جربي. فعلا ده الشيء اللي قالت لأمه، قالت لها شوفي ارسلي لي أخويا ياسر أرسل معاه الأكلات، وانت يا أمي بيعيهم والربح بالنصف. قالت لها أمها طيب. فعلا ده الشيء اللي صارت ما شاء الله على تبدع، وما صارت تمل وتطفش عشان طلبيات الناس وكذا. وما شاء الله عليها بدأت تشتري شوية ذهب. طبعا زوجها عارف إنه هي بتشتغل تشتري ذهب، حلق، خاتم، فلوسها تحطهم بس في الذهب. ما زوجها بيقولها شوفي ولا فلس أحمر تحطيه في مصروف البيت. ما شاء الله تبارك الرحمن. لما يكونوا الرجال، هي شوفوا، أنا مو ضد المرأة تساعد لو الرجل محتاج، يعني مثلا راتبه على قده، إنسان كبير في السن ما عندوش وظيفة، مريض، مسوي حادث، عايشين عشرة عمر وصار له شيء وجلس في البيت، عادي. بنات الأصل زي ما بقول لكم في كل فيديو لو تلاحظوا، بنات الأصل هم اللي بيكونوا بيساعدوا رجالهم في وقت الشدة. ما يجينيش واحد جالس يربي أكتاف على ظهر مرأة ومرتاح وجالس من مسلسل من فيلم الفيلم، والمرة تكرف وهو مبرد على قلبه، عارف إنه هي تسد الإيجار وتسد المدارس وتسد المصروف وتعبي الثلاجة. هذا أنا بقول له شبه رجل، أشبه الرجال. أنا بتكلم لما يجيك الرجل ما شاء الله تبارك الرحمن مسوي كل جهده ومو قادر يوصل أشياء ما فيها شيء يا حبيبة قلبي، لو ساعدتيه بطيب خاطر منك. المهم نرجع للقصة. يونس كان من النوع الرجال اللي بيقولها شوفي دامني أنا قادر أسد، خلي فلوسك في جيبك اشتري بيها اللي انت تبغيها تحتاجي، أنا ماني محتاج لك. فكانت تشتري ذهب، مرة تتفاجئ أمها بسلسلة تشتريها لها وكذا، مرة تساعد أمها في الماديات، وأمها جلست في ذاك الحي عشان تعرفت فيه، وكمان جيرانها طيبين، وكمان الإيجار رخيص. المهم ريم ماشية حياتها حلوة مع زوجها، سعيدة، ومتفقين إنهم ما يولدوا على طول، متفقين إنهم لما يكون عندهم قالها زوجها شوفي على الأقل يكون عندنا شقة ملك، حتى لو صغيرة، حتى لو غرفة وصالة وحمام ومطبخ، يعني عشان عيالنا يتربوا تربية حسنة وكمان يكونوا مرتاحين، وإحنا نكون بنربيهم وإحنا مرتاحين، مو في بيوت الإيجار. فكان هو طبعا زوجها بيصرف شوية ويحوش شوية. المهم ما علينا، نرجع لصلب الموضوع. ريم كانت بتشتغل بدراعها ومرتاحة مع زوجها، مبسوطة، مصلية، متحجبة. يا ترى إيش اللي بيغير حياة ريم ويونس 180 درجة؟ واسمعوا القصة. ريم قالت ليونس لما أنت بتروح للشغل ترى في طلبات أنا أبغاها للشغل اللي أنا بشتغله وما بلاقيها. جلست تحاول معاه إنه يخليها تخرج للبقالة. تخيلوا كان هو مانع عليها الخروج إلا رجل على رجلها. اليوم اللي هو جالس فيه كان بيجلس يوم السبت، ما يخلي بيها مكان، حديقة، شو أقول لكم، أسواق، مولات، كوفيهات، مطاعم، ما بيحرمهاش في ذاك اليوم ما شاء الله، كل أسبوع فين بيوديها. فهي قالت له شوف البقالة قريبة، أروح أجيب الطلبات وخلاص. قال لها شوفي ما أبغى عينك لا تروح ليمين ولا شمال، مو شاكك فيها، هو بيخاف عليها. أقول لكم لما كانت في الحي وهي صغيرة كان بيخاف عليها. قلت له طيب ولا يهمك. صارت ريم تطلع تقضي وتجي تدخل بيتها، وهي في البقالة كانت بتقابل واحدة
الوحدة هذه خلونا نعطيها اسم سناء. سناء يعني لما كانت بتقابل ريم بتسلم عليها كيفك ما كيفك تمام. وصارت ريم تعرض بضاعتها لسناء، تقول أنا ترى بسوي أكل البيت لو أنت حابة، لو كذا، وسوي أكل شامي وسوي أكل مدري إيش ومدري إيش. قالت لها ما شاء الله ما شاء الله. طيب أوكي خلاص خلينا نتبادل الأرقام، ويصير أنا لو أبغى شيء جاييني ضيوف أتصل لك تجهزي لي. قالت لها طيب تمام. قالت لها لكن قبل لا تطلب الطلب لازم تكلميني قبل بيومين 3 عشان أجهزه لك. قالت لها طيب. المهم ريم رجعت بيتها، سناء راحت بيتها. سناء هذه وش قصتها؟ سناء مطلقة وعايشة في نفس الحي اللي ساكنة فيه ريم. شوفوا كيف كانت ريم في بيتها، أول ما طلعت للبقالة تعرفت على هذه المطلقة. إيش اللي صار؟ ريم في يوم من الأيام جالسة تتفرج على اليوتيوب، يعني مرات تاخذ وصفات ومرات تمل تبغى تشوف هذولا اللي مثلا عارفينهم دحين اللي طالعين لنا، أنا اتطلقت، أنا خلفت، أنا ولدت، هذه حفلة جنس الجنين، هذو الناس اللي فاضحين نفسهم وفاتحين على الكاميرات على بيوتهم دولت. كانت بتحب تتفرج في زي كذا هذه القصص ريم هذه. في يوم من الأيام وهي جالسة تقلب ألا تلاقي طلع لها فيديو. الفيديو حق مين؟ حق سناء اللي هي قابلتها فين؟ في البقالة. طيب سناء إيش بتسوي؟ تطبخ؟ لا. بتكنس بيتها؟ لا. مسوي محتوى قصص؟ لا. إيش بتسوي هذه ريم؟ بتصنع لنا هذه سناء تصنع لنا صواريخ؟ لا. بتعطينا مواعظ في القرآن وفي الأحاديث؟ لا. إيش بتسوي؟ إيش محتوى؟ إيش الفايدة؟ تخيلوا. ألا ريم تشوف سناء ماسكة السجادة، طبعا انتم كلكم عارفين أصحاب السجادات هادو، ماسكة السجادة في الأرض وماسكة هذه احنا بنقول لها شيتة ما ادريش بتقول فرشة وجالسة تكب الصابون والرغوة وتحكحك. لكن ومعلش أنا أسفة على التعبير لا يطلع من فمي، الكاميرا مش ضاربة في اليد حق، يعني الكاميرا متجهة اتجاه غلط، مش في اتجاه السجاد، رغم انه وش هتوري للناس؟ يعني كلنا احنا بنعرف نغسل السجاجيد، ما في احد ما يعرف يغسله. الكاميرا مضروبة في مكان غلط، مكان عيب اصلا يتصور. خلاص فهمتوني؟ اي هذا اللي قصدي. ريم ما شكت في شيء ساعتها، كان هذا الموضوع لسه جديد، يعني عارفين اللي هو الروتين اليومي، كان موضوع جديد مو منتشر. فجلست ريم تقول هذه سناء لا والله هذا جسمها لتكون شبه بين شبه، سبحان الله، يعني خلق من الشبه 40 وبدأت تشبه عليها. لا 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 جارتي ما تسوي كذا. وجلست تتكلم ريم لحالها، شافت الفيديو الأول الثاني الثالث، سوت اشتراك. قابلت ريم سناء في يوم من الأيام تاني، قلت لها تعالي تعالي يا سناء أبغاكي. قلت لها تعالي على جنب. قلت لها راحوا على جنب وجلسوا ريم تكلم سناء. قلت لها شوفي، وأنا مرة جالسة أدور في اليوتيوب أطلع فيديوهات حق هذول اللي بيتضاربوا مع أزواجهم وكذا، إلا ألاقي فيديو طلع لي مقترح. أبغى أسألك أنت صانعة محتوى؟ قال صانعة محتوى. قال أنت صانعة محتوى؟ قلت له على اليوتيوب. قلت لها لا، لكن أنا فعلا صانعة محتوى على التيك توك. قلت لها لا، على اليوتيوب أنا ما عندي التيك توك. قلت لها أنا شفت فيديوهاتك وأنتي جالسة لابسة هذا اللبس الفلاني وجالسة تغسلي السجاد. قلت لها إيه هادو ملابسي فعلا وهادو فيديوهاتي، فين شفتيهم؟ قامت ريم مطلعة جوالها وقلت لها شوفي هذا الفيديو الفلاني الأول والثاني وهذه قناتك. قلت لها لا 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 هادو سارقين فيديوهاتي، أنا صادي الفيديوهات حاطة على التيك توك. قلت لها أنت يعني صانعة محتوى هذا محتوى؟ قلت لها إيه. قلت لها بس سجاد. قلت لها يا الهبلة وأنت مصدقين أنا بغسل السجاد عشان أعلم الناس؟ لا لا يا الهبلة. قلت لها أنا محتوايا غير، وراحت وخلاتها. هنا ريم ما فهمت شيء. أقول لكم البنت خلوقة
الأم مربية تربية حسنة، زوجها ما شاء الله بيوصيها إنها تكون تمام، ويعني لا تعاشر أي واحدة وكده. يعني البنت ما تفهم في قلة الأدب، جالسة تقول وش قصدها بالكلام، يعني ليش بتسوي كده، ليش جالسة تغسل السجاد وحاطة الكاميرا على المكان الغلط، وش بتستفيد؟ ريم طبعا مستحيل تسأل زوجها وتقول له ترى أنا تعرفت عن فلانة وفلانة صنعت محتوى كذا، والله يذبحها. فهنا جلست ريم مع نفسها وبتقول ليش أنا ما أتصل على فلانة ويا إنها تيجي عندي، يا إنه أنا راح أروح بيتها أبغى أعرف أموت وأعرف هي شنو بتسوي، إيش تسوي وبتستفيد من هذه الفيديوهات. اتصلت ريم على مين؟ اتصلت على سناء، قالت لها سناء تعالي عندي نفطر مع بعض. هنا ريم استغربت، يا ربي احنا الساعة 2 الظهر وهي بتقول تبغى تفطر، وش بهذه بتصاري جالسة تسوي؟ طبعا يونس مو موجود، بيشتغل صباح ليل، يشتغل السوق في الصباح، يجي يتغدى ومرات ما يجي، يعني طول اليوم هو في الشارع عشان يوفر لقمة العيش لريم، عشان ما تحتاج تطلع برا تشتغل. هي اللي تبغى تشتغل من بيتها، وقال لها ما أمنعك يا همشي، ما تطلعيش عندي من باب الشارع هذا، قص الرجلين لو طلعتي ما غير البقالة، انك تروحي وظيفة ما وظيفة واختلاط. يعني هو بيحبها بيموت فيها، ما يبغى أحد يا أخي يشوفه غيره، هو من حقه دامه هو قايم بيها رجل ونصف، والله أنا معاه ليش يخرجها. المهم قامت الحلوة ريم شالت بعضها ودخلت عند سناء لبيتها. سناء مرأة مطلقة، وإحنا ما بنعمم، مش كل المطلقات قليلة أدب، في مطلقات حافظة قرآن مربينها، ومنهم أم ريم مربية عيالها ومسكين عايشة في غرفة ولا سوت الغلط. المهم يعني زي ما بنقول التعميم لغة الجهلاء، لكل قاعدة شواذ. المهم ريم الحلوة لما راحت السناء ما خلت، وش حطت لها إيش مكسرات، إيش عصاير، إيش حلويات، إيش. ولما دخلت ريم لبيت سناء، إيش العفش هذا وإيش الرفاهية اللي هي عايشة فيها، هذا مطلقة لا وظيفة ولا، يا ربي معقول الفيديوهات بيسوي كل هذا؟ هنا ريم راسها صدعها، قالت لها من وين بيجوك كل الفلوس، ما شاء الله حس انك عايشة في خير ولابسة لبس حلو وكذا. ريم ضاخت لما دخلت وشافت الدنيا هذه، وريم سألت سنة، قالت لها انت بتصحي متأخرة؟ قالت لها ايه يا حبيبتي اللي الكل بشتغل. هنا ريم خافت وقالت يا ويلي هذه ايش بتشتغل، لا تكون بتروح مكان غلط او بيجوها رجال او شيء. قالت لها بتشتغليش يعني، لا تكوني من فتيات الليل. قالت لها لا يا الهبلة وانتي لسه قديمة. قالت لها لا 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 حبيبة قلبي كله في الجوال. قالت لها كيف يعني؟ قالت لها شوفي انا دالحين بوريكي ايش بيصير. قالت لها وش بيصير؟ قالت لها انتي قلتي لي التيك توك ما. قالت لها ايوه انا بفتح اللايفات على التيك توك وبصور، واللي عطيني أمه يزيدني خالته، ولا بيهمني، قصدها بالكلام هذا إنه ولا بيهمني أحد. قلت يعني وأهلك وعيلتك وخالك وعمك وجدك عادي يشوفوكي وانتي جالسة تسوي السجاد وكذا وحط الكاميرا غلط. قلت لها ما حد بيدفع إيجاري، ولا أحد بيأكلني، ولا أحد بيشربني، ولا أحد بيصرف عليا، ولا بيهمني أحد، واللي ما عجبته يروح يشتكيني من أهلي ويتبرأ مني. تخيلوا قصة سناء هذه، هي من مدينة تانية وساكنة في مدينة تانية، أهلها وكذا وعيلتها في مدينة تانية وهي ساكنة في مدينة تانية. المهم مسوية إيش محتوى على التيك توك، بتفتح اللايفات، بتنزل فيديوهات حق السجاد، هذا فيديو حق السجاد بيكون فيديوهات، وبالنسبة لللايفات بتفتحهم بذاك الشعر والدنيا واللبس المتبرج، كاسيات عاريات، وش أقول لكم كملوا من راسكم. طبعا انتوا عارفين البلاوي اللي موجودة.
وتجلس هذا يرسل لها سمكة، هذا يرسل لها أسد، هذا يرسل لها مدري ديناصور، هذا يرسل لها وزة، هذا قلب، هذا مدري وردة. وانتو عارفين هذوك اللي بيجلسوا على التيك توك الله يهديهم. وتجلس تحوش على قلبها قد كذا، اليوم يطلع عليها ب1000 دولارات. أتخيلوا لما ريم طرحت السؤال الخطير وقالت لها انتي كم بتربحي من ده الشيء في الشهر؟ قالت لها نعم الشهر احنا يا حبيبتي بنجيب رواتب في اليوم هذا بنجيب. قلت لها كم؟ قلت لها قلبي اللي تجيب 10,000 دولار، اللي تجيب 3,000 دولار، اللي تعبانة كحيانة وما حد بيرسل لها هدايا بتجيب 1000 دولار في اليوم. قلت لها نعم انتي جالسة تقولي مستحيل. قلت لها نعم جربي. قلت لها يا ولي على جرب، لا 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 لا, لا. الله يبعدني على الحرام. وجست طبعا سناء تبتسم تضحك. بيقول لك الزن على الودان أمر من السحر. صارت سناء ريم لما تروح بيتها طبعا ما تقول لزوجها انه انا رحت عند فلانة، هي بتقول بس البقالة. الشيطان خلا تتبع ولا تتبع خطوات الشيطان. طبعا وساوس الشيطان ما تيجي للشخص كذا يعني دفعة واحدة، عشان أكيد الشخص اللي بيكون ما شاء الله متشبت بدينه يرفض حاجة زي كذا. هو بيجيكي كذا بالتسلسل، يزين لك الشيء ويبين لك إنه عادي وهذا الشيء صغير يعني عادي سويه واستغفري. تبتدي أول خطوة الأولى على الحرام والغلط وتبتدي وانت طالعة. ده الشيء اللي صار مع الحلوة ريم صارت تزور كل مرة سناء، تعجبها جلستها. سناء كانت لما تجيها ريم تحط العصاير والدنيا والرقص والأغاني، فإن كانت بتاخد منها طاقة إيجابية. طبعا الشيطان بيزين لريم الجلسة هذه، فكل مرة تيجي لين ما سناء باختصار لين ما سناء أقنعت ريم إنها تطلع معاها لايف. الله أكبر. قلت لها نعم تبغي زوجي يشوفني؟ قالت لها يقطعني قطع زي الكباب. قلت له مين قال لك يا غبية إنك انت تظهري؟ قلت لها طيب كيف؟ قلت لها عادي أنا أعطيك لبس تلبسيه. قلت لها إيش لبس انت سمينة وأنا يعني ريم بنت حلوة بنوتة صغيرة. قلت لها هذا لبسك كبير علي. قلت لها عادي لو في اللبس أنا اشتري لك. قلت لها تلبسي برقع، عارفين البرقع هذا اللي بيلبسوا الإماراتيين وكذا، مو نقاب لا برقع، هو بيغطي نصف الوجه وبيبين النصف الثاني، يعني مش عارفة كيف أقول لكم، بحط لكم صورته. فقلت لها البسي لك برقع وسيحي ذاك الشعر ولبسي اللبس الفاتن واطلعي معايا في اللايف، انتي ما تسوي أي شيء جلسي جنبي. قلت له زوجي ما حيعرفني؟ قلت له لا ما حيعرفك. قلت لها لا بيعرفني، بيعرف شكل وداني وشعري. قلت لها تعرفي انت تجننيني معك، تعال اقول لك شيء. قلت لها ايش حتقولي لي؟ قلت لها اسمعي، ايش رايك البسك طرحه ونقاب مغطي بس الراس والوجه ومعريه كل شيء، يعني كاسيات عاريات. قلت لها طيب. قلت لها وانا ايش حستفيد؟ قلت لها اللي يجينا في هذا اللايف اللي حنسويه نقسمه مع بعض. قلت لها طيب. ده الشيء اللي سووا اللايف، طلعوا 1000 دولارات. طبعا عشان في ريم شخصية جديدة، المتابعين ايش اقول لكم الهدايا اللي ما طارت. هنا ريم جاها يعني عذاب الضمير. طبعا من اللي بيحكي القصة ريم بتحكيها للشرطة. هتعرفوا ليش وصلت ريم للشرطة؟ لا وما أبغى أحرق لكم المراحل إيش اللي صار لريم. المهم ريم ديك الليلة راحت بيتها وجلست تبكي، تقول لا أنا ده الشيء اللي سويت غلط. زوجها نام، هي جلست تبكي طبعا مو جنبه. أنا إيش سويت وزوجي يحبني ومسكين مسوي المستحيل، وحزنت عليه، جاء عذاب الضمير. لا وهذا الشيء غلط وأنا مش حق هذه الطريقة، أمي ربتني بالحلال
وأنا كذا خاينة لربي أكتر ما أول شي خيانة لرب العالمين، ويزيد عن يعني وخنت زوجي وخنت تربية أمي لا 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 لا. المهم مسكت رجولة على سنة. سنة طبعا ما حتخليها في حالها، المتابعين كلهم بيسألوا عن الشخصية الجديدة. طبعا هي سمتها باسم تاني، هي سنة بتطلع بوجهها عادي، لكن سمت ريم، أعطتهم اسم الشهرة التاني مش نفس عشان زوجها ما يعرفها. يسألوا عليها. قامت سناء راحت تدق الباب على ريم، فتحت عليها ريم، دخلتها. طبعا زوجها ما بيكون. تعالي ما تعالي، قلت لها لا أنا ما أبغى هذا الطريق وما أدري إيش وهذا الشيء ما يجوز وكذا. قامت سناء تقول لها اسمعي. في الأول حاولت معاها بشتى الطرق بالأخلاق وبالإغراء، وانتي حتصير عندك بيتك وهنا الفلوس يلهب لآلاف الدولارات والفرصة ما حتجيك مرة تانية وانتي لا بتزني ولا شيء، مجرد انه شكلك بيبين. قلت لها لا ما يجوز وما أبغى هذا الشيء وخلاص بعدي عني. هنا قامت سناء استخدمت مع ريم أسلوب التهديد، وقالت لها يا حلوة لو انتي ما جيتي عندي وصورنا مع بعض هيصير أنا كل الأوديوهات اللي عندي حقك والرسائل، وأدخل زوجك أصلا يشوف اللايف، أرسله حسابي ويشوف اللايف، ولو ركز معك حيعرفكي. طبعا زوج ريم لا له في التيك توك ولا له فاضي اللايفات، ولا بيعرف أصلا إنه هذه الجارة ساكنة جنبهم، ولا بيعرف وجهها ولا شكلها ولا لايفاتها ولا حسابها، ولا عنده علاقة بالجيران. هو الرجل مسكين يجي ياكل ينام يروح لشغله، ما يعرف إلا راعي البقالة. حتى زوجته اللي صار تجيب طلبات، يعني حتى راعي البقالة ما عاد يروح له. إيش اللي صار؟ استخدمت مع أسلوب التهديد، فهنا ريم خافت وصارت تروح عند سناء تسوي معها لايفات، وخلاص الشيطان دخل دماغها وصارت محترفة. تقوم تخبي الفلوس، مسوية حساب بنكي. هادي ريم فتحت حساب بنكي وصارت إيش كمان، هي أبدعت. قالت خليني أنا كمان أفتح حساب على التيك توك. قالتها لمين؟ قالتها لسناء. سناء كأنه ما صدقت تجر رجل واحدة للغلط، عشان هدول اللي بيكونوا في الغلط بيحبوا إن كل النساء يكونوا زيهم، ما بتحبش تشوف واحدة أحسن منها عايشة مع زوجها مرتاحة متدينة تخاف رب، لا لازم كل الناس تكون زيهم. المهم فقالت لها شوفي أنا بفتح حساب. قلت لها عادي افتحيه، لكن حتعطيني نصيبي من أرباحك. قلت لها كيف؟ قلت لها عادي، أنا اللي وريتك الحرفة وأنا اللي علمتك الصنعة، وكمان أنتي مستحيل حتصوري في بيتك عشان زوجك هيشوف. تعرف إيش حنسوي؟ قالت لها إيش حنسوي؟ قلت لها يصير أنتي سوي لك حساب وأنا حساب، وأنتي مطروا عليك الهدايا وأنا يمطروا علي هدايا. قالت لها ريم يعني أنتي هتقسمي معي فلوسك؟ قلت لها لا، قسموا معك لي هذا شغلي حتى قبل لا أعرفك. أنت لا تقسمي معي لعدة أسباب. السبب الأول علمتك الحرفة، السبب الثاني إنه يعني أنا اللي حسوي لك الحساب وأنا اللي حجيب لك المشتركين وأنا اللي حوصلك للمتابعين. عشان اللايف لازم يكون عدد متابعين معين عشان تقدر تفتح اللايف، وحوصلك أنا للطوب للأرباح، ولما تتشهري خلاص أنت تصير تشغلي لحالك وأنا لحالي. فقلت لها طيب أوكي، يعني إيش؟ إنه ريم حتقسم أرباحها كلهم مع سناء، وسناء طبعا شغلها خاص بيها وفلوسها خاصة بيها. قلت لها يعني أنت هتصور في بيتي، وكمان يعني أنا اللي علمتك الحرفة وأنا علمتك كيف تتكلمي مع المتابعين، وطبعا المتابعين كلهم رجال مستحيل في حريم. قامت كمان الحلوة ريم ماسكة السجادة وبتغسل وبتسوي حركات الله يكرمكم أوسخ من اللي بتسوي سناء، وصاروا عند عدد المتابعين أكتر.
لا إله إلا الله، وإيش كلام الإغراء اللي بتسوي. طبعا هي لابسة طرحة ولابسة مغطية وجهها نقابها ومعرية كل شي، حسبي الله عليها. بيوسخوا صورة الناس اللي متغطين على حق، واللي حسبي الله على كل من بيشوه صورة الحريم العفيفات الشريفات. فإيش اللي صار؟ هاديك لها أرباح وهاديك لها أرباح، ريم تقسم أرباحها مع سنة وتروح وعلى قلبها قد كده في البنك، وزوجها مسكين لا حياة لمن تنادي. هنا جات الفكرة لريم إنها تصور فيديوهات، تصور لايفات مع سناء، لكن اللايف اللي تسويه ريم تسويه في بيتها. يعني قالت لها شوفي اللايف اللي خاص بحسابي أنا، في حسابي مش قناة تكون في اليوتيوب، حسابي أنا أسويه في بيتي، وانتي حطلع أنا وياكم، وانتي قلتي لي أهم شي تطلعي معايا في اللايف، خلاص أنا بطلع معاك لايف حقك تعطيني فيه اللي انتي تبغي، مالي دخل، بس أهم شي إنه أنا اللايف اللي أسويه يكون أرباحي خاصة فيه. هدي ريم اللي قالت لها طيب أي شي أعطيكي؟ قالت لها أي شي تعطيني، أهم شي يفتك من شرك. هي خايفة منها، بتهددها إنه تفضحها مع زوجها. فقامت هي سنة تسوي اللايف تعطيها أي كلام، أي شيء تعطيها ترمهولها، فتقوم تانية تروح تسوي اللايف حقها وتدخل في أرباح قد كده بالموسيقى والدنيا. في يوم من الأيام زي ما بنقول إحنا في المغرب، النية وقلة النية ما بيتلاقوش. الإنسان الغدار المخادع له يوم ينفضح فيه، مو معقولة الرجل إنسان خلوق ومسوي فوق جهده وربي حيخليه على عمى، أكيد هيفضح زوجته. لا، في يوم من الأيام يا حلوين كان يونس حاط البسطة حقه فيها مسكين البضاعة وبيبيع. جاتوا البلدية وقالت له قوموا انتوا غير نظاميين ومسكين أرض الدولة مسوين فيها هذه الفوضى. أخذوا له بضاعته كلها، فهو والع نار وجاي لبيته. الله أكبر، جاي في وقت هو مو بالعادة بيجي فيه. طبعا ريم عادتها مع زوجها زي كل مرة تقرأ قرآن ويعني بتشوف أفلام ومسلسلات، ما نقول لا، لكن مو متعود هو يجي يسمعها ترقص وتغني وكذا. مسكين جاي معصب، مر الخضار جاب منه شوية خضار على شوية فواكه وقال خليني أروح لزوجتي أروق نسوي عشاء حلو وإن شاء الله ربي يفرجها. جاي في الطريق وهو مو ناوي أصلا ينكد على زوجته، قال يعني حتى لو ما كلمة بطريقة اللي تقدر تتقبل ده الشيء اللي صار لي. جاي المسكين حط المفتاح في الباب. طبعا ريم تعرف انه زوجها ما بيجي في ذا الوقت، دخل مع الباب قبل لا يدخل اصلا سمع الموسيقى وريم جالسة تغني وتضحك وتتكلم. قال ما شاء الله عليها، على الحرمة مبسوطة وانا اللي مولع نار مع دولة البلدية. قفل الباب. طبعا ريم ما سمعت الباب اتفتح عشان الموسيقى العالية والمتابعين وهي فاتحة اللايف وقاس مغطي الوجه وقاس على الرقص بدراعاتها وش أقول لكم، مستحيت أقول اللبس كل صدرها عريان ولبسها هذاك ايش أقول لكم، خلاص المهم انتوا عارفين ايش بيسووا، الله يسامحهم ويهديهم. يونس لما دخل مع الباب وشاف المرأة في الغرفة مسوية البلا، لا ويش مسوية صح، من وراها حاطة ستارة شاريها. الستارة هذه طبعا ما ملصقاها في الحيط، لما الوقت اللي بتخلص لايف بتشيلها، بتحطها فين؟ بتحطها في تحت السرير. عارفين السرير الخشب اللي بيجيكم فيه لما تفتحي تحطه فيه بطانيات وكذا زي المخزن الصغير.
بتحط هناك هي تحشي تحت البطانيات هذيك الستارة عشان زوجها ما يشوفها. الستارة فيها إيش؟ فيها قبلات بالأحمر، وفيها قلوبة ولوف ودي الأشياء مكتوبة وحلوة، يعني شكلها كده رومانسي. بتحطها وراها، تعلقها تلزقها من هنا ومن هنا، أو عشان زوجها ما يعرف إنه يعني لو جا لايف في عيون، يعني لو جا لايف مثلا شافوا ما يعرفش إنه دي زوجته مغطية وجهها لبس فاضح، مو متعود هو ولا عارف زوجته إنه عندها هذا اللبس، يعني حتى لو يشوفها مش حيعرفها، وأصلا ما يطحش في باله إنه مرته تسوي كذا، مستحيل. الراجل داخل للغرفة النوم يبغى يشوف هذه الموسيقى وهذه بتكلم مين، قال يمكن مبسوطة، عارفين الحريم بتغني وترقص الحالة. إلا يشوف الجوال مقابل لها، والتعاليق بتطلع والقلوبة والهدايا، وهي جالسة أرحب ما أرحب ومن هذا الكلام. الراجل ولع نار، يقوم طاير عليها. هي أول ما شافته فأنا قفلت اللايف، طار عليها مسكها من شعرها، مسح بها البلاط، مسك الجوال ضربها راسها كده لين داخت ضربة الرأس اللي بالجوال. ما سألهاش هي بتسوي إيش، هو عاش شايف كل شيء. الصدمة كانت قوية بالنسبة له، مسك الجوال خبطها خبطة وسط راسها، داخت بديك ضربة الجوال على الرأس. راح يركض للمطبخ، جاب إيش، مادة اسمها إحنا بنقول لها الديليو، يعني زي البنزين اللي بيضيفوها على الصباغة وبيصبغوا بيها الغرف، نقول لها الديليو. هي ريحتها زي البنزين، مش عارفة إيش بيقولوا لها. المهم هذه قابلة للاشتعال، كب عليها كل القارورة، وهي أصلا مغمى عليها بالضربة، مش صاحية له أصلا هي، ويجيب الولاعة ويولع فيها. البنت انهارت لما ولع فيها، طبعا قامت من الغيبوبة اللي هي فيها، الدوخة اللي داخت، تصارخ ولا أنقذها. اتصل على الشرطة وقال لهم تعالوا أنا حرقت الشيطانة، وجلس جنبه وجلس يبكي على حبه ليها وعلى اللي سواته فيه، وجلس يا بنت الكلاب، يا الله يكرمكم سامحوني على الكلمة، أنا اللي كنت سويتك، وأنا بسوي المستحيل عشانك، وأنا بحرم نفسي من أشياء كثيرة عشان أحقق لك كل اللي تبغي. ويسب، وشوية قام حزن عليها. طبعا بعد ما ولعت قام تاني يطفي هذاك النار، مسك بطانية ويطفي، ما قدر يطفي إيش ولا إيش، ولعت. جات الشرطة، جاء الإسعاف. المهم هو حاول إنه يطفي النار، لكن قدر يطفي، لكن بعد ما خلاص تحرقت تشوهت. جاء الشرطة شالوه، جات الإسعاف شالتها ودوها على المستشفى، دخلت طبعا غيبوبة مدة أسبوع شوية، طلعت الحمد لله من الغيبوبة لكن متشوهة. اليوم الأول الثاني الثالث صارت تقدر تتكلم، جات عندها الشرطة، أمها تجننت لما عرفت. طبعا هو قال كل شيء للشرطة، قال لهم هذاك الشيء اللي صار، لكن مو عارف هي متى ابتدت، إيش اللي سوت، كيف وصلت لهذا الشيء، مش عارف. هو أول ما شافها ضربها زي ما حكيت لكم، خبطها بالجوال على راسها، مسح بها البلاط، كب عليها الديليو ولع فيها نار. مش عارف هو متى ابتدت، من اللي وراها، من سوالها، كيف خطوات الشيطان، مش عارف. المهم هي لما بدت تتكلم الشرطة جات عندها، حكت لهم مريم القصة كلها، وقالت لهم أنا أستحق أكثر من اللي سوى فيا زوجي بيحبني، زوجي بن حلال، زوجي رجولي بيبوسها، بيقول لي أنا أتمنى الرضا ترضي. يعني قالت لهم هذا يستحق واحدة تانية شريفة عفيفة وأنا مسامحة. قالت الشرطة أنا مسامحة، لكن الشرطة طبعا في شيء اسمه الحق العام، يعني احنا مش فوضى. المهم مريم ندمت أشد الندم، لما الفلوس ما فادتها بشيء، وتشوهت وفضيحة فضيحة،
وزوجها دمرت بيتها وجلست تبكي وتقول لأمها يا ريتني ما سويت ذا الشيء ويا ريتني وكنت مرتاحة مع زوجي وكنت عايشة السعادة. قالت لها رغم الفلوس المتلتلة اللي على قلبي قد كذا أنا عمري ما انبسطت، عمري ما انبسطت في طريق الشيطان، عمري ما انبسطت في الحرام، كنت على طول احتقر نفسي، كنت على طول ألوم نفسي. المهم وقالت لهم، قالت الأم على هذيك الشيطانة اللي علمتها البلاء. راحت أم ريم فضحت سناء وسوت لها فضيحة لين ما نقلت من الحي، والناس رجموها في الحي لين ما انقلعت سناء من هناك. المهم وطبعا ايش اللي حيصير خودوا عندكم الصدمة. ريم بعد ما اعترفت وبعد ما قالت كل هذا وحكت كل اللي حكت لكم على لسانها للشرطة والأمة وكل الناس اللي جاوا عندها يزوروها، بعدها ب15 يوم توفت بأثر يعني الحروق، يعني أثر فيها الحريق هذا. توفت ريم، الله يرحمه ويسامح لنا ولها ويغفر لنا ولها. قدموا طبعا يونس المسكين على المحكمة. أنا مو معاه في اللي سواه، أنا ضد أنه يعني يثور ويسوي اللي سواه. كان رمى عليها اليمين وطلقها وخلاص، لكن هو من كتر حبه ليها ما قدر يمسك نفسه. عرضه وشرفه بيتعرض في التيك توك، وكمان أقول لكم ضفرها ما بيبينش، يعني هو محجبها مش يعني يطلع على حل شعرها. فالمسكين لما تقدم، طبعا أنا بقول مسكين عشان هو رجل أول شيء شهم، وأنا أحييه على رجولته. وإنه تخيلوا بيقول لها أنا الدرهم ما أبغاك تحطيها لي فلس أحمر مصدي ما تحطيهوش لي في المصروف. يعني إيش أقول لكم، ونعم الرجل صراحة. فعشان كده بقول مسكين مقدر اللي هو فيه، يعني رجل يتحط تاج فوق الرأس. وأي وحدة فيكم عندها رجل زي هذا والله هذا تبوسي راسه ليل نهار، والله العظيم بقولها من قلب. المهم اتحكم عليه مسكين ب25 سنة سجن. وريم ماتت الله يرحمها بسبب جارتها. يعني طبعا مش كل الجارات مش كويسين، ومش كل المطلقات مش كويسين، بقول لكم يعني الناس فيها وفيها، لكن العبرة من القصة أول شيء ما يغرك اللي عند الناس. تاني شيء طريق الحرام عمرها ما تكون نهايتها حلوة. ثالث شيء لو لقيتي واحدة من الجارات مش كويسة مش كذا خلاص بعدي عنها، مو لازم تستمري معاها، خلاص مش نافعة لك خلاص بعدي عنها. شوفي لك في بنات الناس كتير، ولا تتعمقي كل مرة بقول لكم لا تتعمقوا مع الصديقات ومع الجارات في مواضيع. خلاص سلام كيفك تمام عزمتك اعزميها، ولدتي تروحي تيجي عندك ولدت تروحي لها، يعني هذه. والجارات مش كل يوم صباح مساء واكلة شاربة معاها، مرة في اليومين 3 تزوريها، في الأسبوع مرة، في 10 أيام مرة كذا. وكانت هذه نهاية قصتي اليوم. صراحة زي ما وعدتكم، أنا كنت في بداية القصة بداية الفيديو قلت اليوم يكونوا قصتين، لكن القصة هذه أخذت وقت طويل، والتسجيل أنا سجلتها لكم في نفس الليلة اللي حنزلها لكم دحين. حنزل لكم الفيديو القصة وبناتي لازم يناموا عشان بكرة مدرسة، فسامحوني على القصة الثانية. والله أنا كنت ناوية أسجل بس ما يمديني. القصة الثانية شبيهة لها بس مختلفة شوية. كانت هذه نهاية قصتنا لليوم. أتمنى أنكم تخلوا لي تعليقكم، تتفاعلوا مع إيش اللي سوت ريم، فين الغلط، يعني تتفاعلوا مع القصة لأخذ العبرة. بنات اليوم متسرعات، يبغوا يوصلوا بسرعة، ما عادش عندهم صبر. شكرا لكم على الاستماع.